يا هلا ويا مرحبا، شلونكم شخباركم؟ طبعا اليوم 26/10/2024 يعني اليوم عيد ميلادي، فمن هيك حبيت اسوي هيك فيديو صغير يعني فلوق صغير. اول شيء انا اشتريت شويه اغراض للفيديو القصير، حبيت اسويه للتيك توك والانستغرام يعني ريلز صغير على مود عيد ميلادي. تمام، يمكن اروح اشتري هدايا. حتقولون هدايا شنو؟ لازم العالم تشتري هدايا لكن لا، بس حبيت اني هيك عيد ميلاد اسوي شيء مختلف عن الباقي. تمام، من هيك كمل الفيديو حتشوفون بالاخير. طبعا اكيد تحتاج انا وياي بالفيديو. تعال هنا سمعنا. طبعا اليوم عيد ميلاد أخويا وأحب أقول له عيد ميلاد سعيد. اليوم أحلى يوم بحياتي، عقبال 100 سنة يلا أشوفك عريس وبس. طبعا شباب قبل شويه كملت الفيديو مال تيك توك، يعني تقريبا هيك راح يصير 10 ثواني، ما ادري 20 ثانيه 15 ثانيه. المهم راح امنتجه وانزله بالتيك توك، فتقدرون تشوفون من خلال تيك توك، حتى حسابي بالوصف تقدرون تشوفون المقطع كامل هناك. تمام، وثاني شيء قبل ما تعتم الدنيا لازم اروح السوق واشتري كم شغله هيجي، يعني كم هديه حلوه. ما اخذ كاس العالم هسه اجيبك. ليش تصحين الكاميرا؟ ها؟ ليش؟ هلا شلونكم شخباركم؟ راح اطلع اول شيء على السوق اشتري هذا، وبعدين على المطعم، وبعدين يمكن اطلع على الجيم، يمكن ما ادري. نطلع على الجيم مو اليوم. هذا جيمباوي. هذا بهذا اكرم درويش فاتح محل جديد، وقال بمناسبة عيد ميلادك راح نوزع قراقيل ومع السلامة فهم على الفقراء. تمام، احب اشكرك على هذا الشيء. يلا خلنا نروح. ما احب القراقيل، تعال ما اريد شيء منك، روح. بداية المقطع قلت لكم انه راح اشتري كم هدية لأمي وأبويا. أكيد تسألون انه ليش ما هم يشترون لك عيد ميلادك؟ لا مو شرط، يعني شي مرة لازم احنا نشكرهم على وجودنا بهاي الحياة، احنا نهديهم مو الا هم يهدوني. طبعا انا اشكر ابويا وامي انه هيجي تعبوا بتربيتي، بحب اشكرهم واقول لهم احبكم كلش هواي، واعذروني على اي شيء تقصير قصرت بحقكم. طبعا قبل شوي انطيتهم هدايا، بس الساعة 8 يمكن ما ادري ايش قد بالليل، فاليوم عندي تمارين من هيجي لازم اروح العب.
مجهول. بعدين يمكن على اساس يقولوا له عيد ميلاد يشترون كيك وهاي الشغلات، على اساس انا ما ادري، وصدق انا ما ادري كذب، ما ادري شلون ما ادري. المهم راح اروح العب بعد التمارين واخلص، ويمكن اروح شو اسمه مباراة كلاسيكو ريال وبرشلونة، يمكن اروح اشوف، يمكن ما ادري. فاذا رحت اصور لكم هناك. Kalau si bola kayak sama الشباب بعترف بين دول ده هو ماشي بالدول لكن انا ليه شو شيء لا ما تشوفش شيء يعني زي كده بقول له هتشوف شو شوف هذه الاثنين ايش ويقول لي دي خلاص هو نسمع ليش دوري مش نادي فاقول الصراحه دي هذه على ابدع في الشوط الثاني. هناك كرة، هناك السيس 90 هناك في أكاديمية هناك برشلونة ترجع الكرة وسط الميدان، يمشي الكرة وينايا ماكين كروس يحفظوها إلى الأبد دائما تاريخيا. ممتاز جدا بينيا، لكن استنتاج ثاني ميلاد حارس تحت الظروف، وميلاد حارس استثمر الضرب. مودريتش يستخلص كرة، يمشي لوكا مودريتش فرانكي دي يونغ اولمو التيكي والداك الداعية بزمان، والله رجعت إلى الأذهان تلك الصورة والصور. بالضزنانية بس قوته شوف برشلونة وعودة الأمجاد، واستمتع بما بنيت يا جوارديولا، اتفرج وصفق واستمتع بما بنيت يا جوارديولا. ترجع الكرة ميدي مودريتش خلنا في الوقت الحاسم وربنا شاعر في خطر مين تشتغل ممتاز كراس لا نزال اشتغل طبيعي بذكريات يدخل برايم دياز
مع حالة في مرة. شو من قريب هذا الهدف الاول تكتيكيا كيفاش كان يغادر كامافينجا باومين طبعا انشيلوتي ما عنده ما يخسر والكرة تمشي رافيني وعلى دخولك يا ابراهيم وعلى دخولك يا ابراهيم عالمي يا يامال اسطوري يا يامال الميسي الصغير يسجل 3-0 في مرمى لونين 3-0 في مرمى لونين نادي برشلونة والله سخني ويعرف يحطها كان لاعب ليش هتلاقي تيجي؟ حط والله ما سكت وصير الجول. شرب الكورة والهدف شوف الكورة شوف الصورة تحت أعتقد هذا العارضة يشتغل. 3-0 والشوط 3-0 والأروع 3-0 أنا أعتقد هاي يشتغل قبل. أنا ما أدري مبابي. وبرشلونة بالتسعة. Happy birthday to you. Happy birthday to you, my friend. صباح الخير، شلونكم؟ طبعا البارحة ما كملت المقطع لأن الصراحة شوية تعبت ونمت. كنت قايل لكم بهذا الفيديو إن تسألوني أي سؤال ورح أجاوبكم، بس يمكن ما أقدر لأن الصراحة الفيديو كلش طول. من يجي فيديو جاي يمكن أسوي لكم فقرة أسئلة فقط وتسألوني، فاللي عنده أي سؤال خليه يسألني هسه بالتعليقات. وثاني شيء أحب أشكر شكو واحد عايدني بعيد ميلادي، أحبكم كلش هواي. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتسوون لايك للفيديو والتعليق حلو مثل وجهكم. باي.